واحد ساكن في بيت فمش عاجبه خالص فعايز يبيعه. فعنده واحد صاحبه شاطر في البيع والشراء فقال يروح له على اساس يبيع له البيت. فراح لصاحبه قال له انا عايز ابيع البيت بتاعي. قال له البيت اللي باجيلك فيه ده؟ قال له اه. قال له طب خلاص سيبني يومين كده. الراجل قعد يفكر ويكتب اعلان عشان يبيع البيت فيكتب مواصفاته. فكتب مواصفاته وتاني يوم راح لصاحبه قال يعرض عليه الاعلان عشان لو ناقصه حاجة او هو مش فاكر حاجة يكتب الحاجات اللي ناقصة معاه. المهم قعد يقرأ عليه الإعلان إن البيت على شارع عمومي، وإن البيت مساحته كبيرة، وإن البيت بتدخله الشمس، وإن البيت فيه جنينة كبيرة جدا وفيه حمام سباحة، وقعد يعد مزايا البيت. الراجل قعد يسمع باهتمام وقال له ممكن تعيد تاني الإعلان ده؟ فالراجل قرأ له الإعلان مرة تانية. راح قال له أنا مش عايز أبيع بيتي ده، بيتي ده عاجبني جدا، أنا طول عمري بحلم ببيت بالمواصفات دي. احنا معظمنا زي صاحب البيت ده، عندنا مميزات ونعم كتير ربنا عطاها لنا، بس احنا دايما مش بنبص لها وبنبص دايما للمتاعب والحاجة اللي ناقصة. لو كل واحد جاب ورقة وقلم وكتب كل النعم اللي عنده نعمة نعمة هيلاقي نفسه ان هو انسان محظوظ. بلاش تبص للي في ايد غيرك، بص للي عندك.